مفاجأة جديدة في ملف المغربي بنتايك مع الزمالك. عاد ملف المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لنادي الزمالك ليتصدر المشهد داخل القلعة البيضاء بعدما تدخل عدد من الوسطاء لمحاولة إنهاء الأزمة بين اللاعب وإدارة النادي في ظل التوتر الذي نشب بسبب تأخر المستحقات. وكان بنتايك قد أرسل إنذاراً رسمياً بفسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته قبل زفافه، في وقت أكد فيه الجهاز الفني السابق للفريق عدم علمه بموقف اللاعب أو حصوله على إذن رسمي للغياب عن التدريبات. مصدر مطلع كشف أن بنتايك عاد إلى القاهرة بعد إجازة قصيرة للزفاف، وأبدى مرونة مبدئية لحل الأزمة، حيث جرت اتصالات خلال الساعات الماضية بين وسطاء والنادي واللاعب لإعادته للتدريبات، إلا أن اللاعب فاجأ الجميع بطلبه توقيع عقد جديد مع الزمالك باعتباره لاعبا حرا، مؤكدا أن عقده السابق فسخ فعليا بعد انتهاء المهلة القانونية للإنذار. الزمالك رفض هذا الطرح، موضحا أن الفسخ غير قانوني، خاصة بعد تحويل جزء من مستحقات اللاعب قبل اكتمال المدة القانونية للشكوى. ومع تسريب تفاصيل المفاوضات لوسائل الإعلام، غضب بنتايك بشدة وقطع التواصل مع الوسطاء، وبدأ في دراسة عروض خارجية تلقاها مؤخرا. وبحسب المصدر فإن اللاعب لا يفكر في الاستمرار محليا خلال الفترة الحالية، ويميل لخوض تجربة عربية جديدة على أن يعلن قراره النهائي خلال الأيام المقبلة، رغم رغبته السابقة في البقاء داخل القلعة البيضاء بشروط جديدة وتعاقد سنوي مستقل.